الإنسان كلما ازداد علمه بالله عز وجل زاد استغفاره لما ليس بالضرورة أيها الإخوة أن يكون الاستغفار لذنب محض بمعنى السيئة، ولكن المقربين كما ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم يستغفرون الله عز وجل من فوات أوقاتهم عن عمارتها بما يرضي الله. يعني الموفق والعارف بالله كما يعبر عنه ابن القيم وغيره لو مرت عليه نصف ساعة وهو قاعد كذا بس لا يفكر للدين ولا يفكر الإسلام ولا يفكر في أمر آخرته ولا في شيء من معاشه كذا بس، أو جالس يعد الرايح والجاي في سوق، هذا الوقت الذي مضى لو لم يتكلم فيه بكلمة ولو لم ينظر فيه بنظرة محرمة هو عند الموفقين الذين يعرفون قيمة الزمن يعني دعونا نقول فرصة من فرص الحياة ذهبت بلا أجر. صحيح أنه كف نفسه ولم يقع في محرم، لكن الموفق الذي يعرف قيمة الزمن كان بإمكانه أن يقول النصف ساعة دي الذي ذهبت ذي كم كان يمكنني أن أستغفر فيها من مرة، كم كان يمكنني أن أقول فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، التي هي بنص النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. ألم يكن يقدر أن يملأها بمئات المرات من قول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، التي هي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن؟ ألم يكن بإمكانه أن يقول سبحان الله وبحمده مئات المرات التي 100 مرة منها تذهب ذنوب العبد وإن كانت مثل زبد البحر، وهلم جرا من الفضائل. فالإنسان إذا وفقه الله أيها الإخوة وعرف قيمة الزمن وشرف العمر رأى أن ذهاب الوقت دون عمارته بشيء ينفع في أمر الدين أو الدنيا أن هذا وقت مغبو قد غبن فيه وخسر. فهذا أحد معاني الاستغفار. ولهذا في حديث الأغر المزني الذي أشرت إليه قبل قليل قال فيه إنه ليغان على قلبي، يعني يحال بيني أحيانا أو يصيبني ما يصيب الناس البشر من الذهول أو الغفلة فأستغفر الله وأتوب إليه. تستغفر يا رسول الله عما؟ هل أذنب؟ لا والله. لكن كما قلت لكم من وفق للترقي في هذه المراتب يعرف أن الوقت إذا مضى بدون أي شيء ينفع في أمر الدين والدنيا مغبون. يا إخوة إذا كان التاجر صاحب الحسابات المادية يعرف أنه لو دخل في منافسة هو وتاجر آخر ثم أو في صفقة تجارية ثم رأى أن ذاك هو ربح خلينا نقول 50% أو 70%، لكن صاحبه التاجر الآخر ربح بمعدل 80%، وش بيشعر هو؟ سيشعر بأنه خسر 10%. كيف سبقه ذاك ب10%؟ هو لماذا ربح 70 ذاك لماذا ربح 80؟ ما هي الطرق التي فعلها حتى كسب 80%؟ فلما حسبها بهذا الحساب المادي شعر أنه في مقابل ذاك أنه إيش؟ مغبون وخاسر. لكن كثير منا في جانب الوقت والزمن والله يعفو عن تقصيرنا لا ينظر إلى الوقت الذي يذهب سدى هكذا، لا ينظر هو إلى أنه يقول والله ما عصيت الله. صحيح هذه مرتبة فاضلة وطيبة ونعمة من الله، لكن ثمة مرتبة أرفع منها وهي التي أشرنا إليها أن لا يمر عليك لحظة إلا وقد ملأتها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. الغبن ما هو أيها الإخوة؟ أن يمضي عليك وقت ما يسجل في رصيدك الذي يعني يجير لصالح الحسنات. هذا هو الغبن حقيقة. ويظهر الغبن يوم التغابن، والمتغابنون يوم القيامة صنفان رئيسان: الكفار المؤمنون حينما يرون الكفار حينما يرون المؤمنين، والمؤمنون في مراتبهم حينما يرى بعضهم أفضل من بعض يشعر بإيش؟ دون حسد، لكن يشعر بماذا؟ بالغبطة. كيف سبقني هذا؟ هو من أصحاب اليمين وصاحبه صار من السابقين. ما الذي جعل هذا أفضل من هذا إلا الغرس في وقت في دار الدنيا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته.